النجم محمد رمضان، احنا معاك في مهرجان الأقصر والتكريم والناس كلها حوالينا والميديا. طبعا ألف مبروك. وعايزة أقول لك أنا شايفة زمايلك زينة جاية وهي تعبانة في عيد ميلادها، وهلا صدقي بتقول كلام حلو، أستاذ مجدي أحمد علي. بتحسي إيه بالطاقة الإيجابية من زملائك اللي موجودين في المجال؟ هي دي اهم حاجه واجمل حاجه في الدنيا، الحب، ان يبقى في حب محاوطني من جوه مهنتي باساتذه كبار كمان، مش ممثلين، حتى من جيلي مثلا. ف- فحب ودعم ومسانده ايضا للجيل بتاعي والاجيال اللي طالعه. فربنا يديم الحب ويديم السعاده ويديم التماسك بيننا وبين بعض دايما ان شاء الله. بتشوفش في نوع من الغيرة؟ لأن كتير من الأقلام بتبقى دايما يعني مستنية أي هفوة، بالذات لمحمد رمضان عشان هو الأشهر بيشوفه. والله ولكن الجمهور الحمد لله ربنا كرمنا ورزقنا بجمهور ذكي وجمهور بيفهم وعنده رأي وعنده رؤية سليمة. فالجمهور ما بيلتفتش بالاقاويل الغير حقيقيه، بيلتفت دايما للفعل. ما سمع حاجه لا، هو لازم يشوف فعل من محمد رمضان. يقولوا عن محمد رمضان مثلا متعالي، بس الحمد لله رب العالمين بالفعل ما هو عمره ما شاف ان دي صفه ممكن تبقى بيني وبين اصحاب الفضل عليا بعد ربنا، وهو جمهوري او زمايلي او ابناء مهنتي يعني. صباحك نادي وكله لعيبه. انا اخوك خليل بندر من تونس الخضراء. هو ما يشيل الطين لما يشوفوك بحالك المجندل ده، بلبسك الاخضر وتعبان وما فيش في جيبك ولا مليم. ومحدش هيدفع لا تاوى ولا ضريبه، لان المحروسه بتاعتنا مش بتاعتنا. يا ترى فين تيتا الكتكوته بقى عشان اقول لها كل قرن وهي طيبه. اتكلمنا عن المكتبه السينمائيه، ايه اللي معطل المنتجين؟ هل شايفين ان محمد رمضان هيحتاج فيلم يبقى ميزانيته عاليه قوي، ولا هم بيبقوا انت مش مقتنع باي دور او مش بتقتنع باي دور؟ ايه اللي بيأخر المشاريع السينمائيه بالذات؟ السيناريو. يعني اهم حاجه يبقى الورق، بس يبقى يعني اول ما لقيت ورق جيد فعملت على طول فيلم على الزيرو. الفيلم اللي داخلينه ايضا اللي بعده فيلم ورق جيد. فالسيناريو، القصه هي اهم حاجه اللي بتشجعنا كلنا ان احنا ننزل ونشتغل، والمنتج يبدأ يشتغل والمخرج يتحمس وكلنا نتحمس. لان انت اشتغلت مع شريف عرفة مع مجموعة من النجوم كبار، ما اخترتش انك تبقى النجم الاوحد، يعني انت اثبتت بالدليل. بالظبط، لان في الاخر هو السيناريو هو البطل. فالسيناريو مكتوب بشكل جيد، انا بالنسبة لي ببقى مبسوط جدا جدا، وبوعد الجمهور الفترة الجاية كل المشاريع هتبقى عظيمة. والاغاني، في اغنية في العيد انت قلت لنا في سبق ان في اغنية في العيد. في ان شاء الله غنوة مع لاك، ده مغني من لاتين امريكا من البرازيل، وغنوة برازيلي مصري كده حلوة قوي ان شاء الله. دي اكيد هتبقى مفاجأة. بشكر وجودك معانا ووجودك على شاشتنا على السينما. حبيبتي الله يخليك. من غير سلام.